اعملي الجلاش بالطريقه دي وصدقيني مش هتندمي. طالع مورق وزي الفل قدامكم اهو. نسمي بسم الله وتعالوا نشوف الوصفه اتعملت ازاي. انا في حله او طاسه او اي حاجه عملت، حطيت كوبايتين سكر وحطيت عليهم كوبايتين ميه وسبتهم يغلوا. اول ما غلوا حطيت عليهم عصره الليمون وحطيت عليهم كيس الفانيليا ورحت موطيه عليهم 5 دقايق وسبته بالظبط 5 دقايق ورحت طافيه عليه. وانا برضو كنت بوريه اهو وشلت البذر طبعا. ايوه بالظبط كده تمام. نبتدي بقى وصفتنا. انا جبت لفه الجلاش وزي ما هي حطيتها في الطاسه زي ما هي كده، ولا ورقتها ولا ورقه ورقه وبين كل ورقه زبده ولا اي حاجه. رحت فردها الجلاش في الصينيه ورحت ابتديت اقطعه. طبعا طريقه التقطيع براحتك، تقطعيه مربعات تقطعيه مثلثات زي ما تحبي. مربعات كبيره، انا هنا كنت مقطعه مربعات بس كبيره شويه بالظبط كده. خلاص انا بوريكم هنا انا بس مقطعاه ورحت بالظبط كده رحت حاطه عليه بقى الزبده السايحه. هي خدت بالظبط كوبايه الا ربع زبده. لو عندك سمنه مفيش مشكله. ورحت موزعه كله على على طبقات الجلاش ورحت مدخله الفرن. ما خدش بالظبط تلت ساعه وخرج. كنت مشغله الفرن وعليه المروحه وطلع بالمنظر واللون الذهبي ده. التريك هنا بقى في كوبايه اللبن. سقيته كوبايه لبن. المهم كوبايه اللبن دي ما تكونش دافيه او سخنه، هي ساقعه كده او درجه حراره المطبخ عادي. ورحت حطها على الجلاش وفردها على الجلاش كله. سيبته لحد ما يتشرب ورحت قعدت عليه العسل اللي احنا كنا عاملينه. كوبايه عسل كده هي كبيره ورحت سقيتها بيها. العسل مع اللبن مخلي الجلاش مورق وطعمه في منتهى الجمال. هو طالع باللون ده اللي هو المقرمش من بره وطري جدا من جوه. بص الورقه بورقتها وباينه قوي اهي ان هو مورق. والف هنا على قولكم.